يا عم ده أي إزاز هيقضي الغرض وخلاص، المهم أرخص نوع وخلاص. تغيير الإزاز داخل التوكيل مش مجرد فك وتركيب، دي عملية فنية بتخضع لمعايير المصنع، ولو قررت تغير في التوكيل لازم تبقى عارف أهم التفاصيل اللي لازم تركز فيها وتعرف إنك بتدفع تمنها. أول حاجة هتخليك تروح التوكيل حاجة اسمها الأداس. إمكانيات الأداس دي عبارة عن إيه؟ هي الكاميرات والرادارات اللي موجودة في الإزاز اللي قدام، اللي هي بتحدد لك الرؤية الليلية، تحديد الحارة، الفرامل التلقائية. أي ميل بقى بسيط ولو بملي في تركيب الإزاز هيخلي لك الكاميرات تقرا المسافات غلط، والتوكيل هو الوحيد اللي يقدر يعمل لك الكاليبريشن مظبوط، اللي يخلي الكاميرات بتاعتك بعد التركيب تشتغل بكفاءة 100%. الحاجة التانية الأهم هي جودة المواد اللاصقة، اللي هو السيليكون يعني. التوكيل ما بيستخدمش أي سيليكون، بيستخدم سيليكون أصلي اللي بيخليه إن هو ينشف بسرعة وبقوة جبارة، وده بيضمن إن الإزاز اللي قدام ما يتفكش في حالة وقوع حادث لا قدر الله. وما ينفعش ننسى الأهم من السيليكون وهو البرايمر اللي بينظف مظبوط مكان الإزاز القديم، وبيخلي السيليكون يقدر إن هو يمسك في الإزاز ويمسك في العربية بصورة أقوى، عشان في حالة حدوث أي حادث الإزاز ده ما يتفكش. تالت حاجة ومهمة جدا هو العزل بتاع الصوت والحرارة. يعني الإزاز الأصلي في التوكيل بيجي بمواصفات خاصة. أول حاجة بيكون لامينيتد اللي هو مصمم لتقليل الضوضاء بتاعة الرياح اللي هي الوايند نويز، وعزل حرارة الشمس اللي هي اليو في بروتكشن. اتكلمنا بقى على النقاء بتاع الازاز عشان وانت ماشي تشوف كويس، فالازاز الاصلي بيضمن لك عدم وجود اي ديستورشن او تموجات في الازاز، ودي ممكن تزاول عينيك وانت سايق بالليل او في الشمس. ما ننساش الازاز اللي مش اصلي بيجي ما فيهوش الكلام ده خالص. طيب هو الازاز بيجي بس؟ لا، الازاز بيجي مع اكسسوارات تانية، زائد كاوتش الداير اللي بيركب مع الازاز. في المراكز الخارجيه غالبا بيتم اعاده استخدام الكاوتش او الشامبر اللي بيكون موجود في الازاز القديم، لكن في الازاز الاصلي هو بيجي لك طقم كامل. بيجي لك ازاز، بيجي لك الكاوتش المحيط بتاع الازاز اللي بيركب، زائد لو في كليبسات بتيجي جديده. يعني بنضمن لك ان شكل العربيه يرجع زيرو ومن غير اي فوارق تسمح بدخول ميه او هواء. خلي بالك. اخر حاجه عايز اتكلم عليها هي حساسات الاضاءه والبطر. دي المفروض انها بتركب في قاعده جايه ستاندرد في الازاز الاصلي اللي بيجي في التوكيل، لكن في الازاز الخارجي بيكون القاعده دي في معظم العربيات ما بتكونش موجوده، فهو بيفكها من الازاز القديم ويلزقها في الازاز الجديد. كلمه يلزقها دي انسى ان الحساسات تشتغل تاني.